اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا صوص الطماطم، وده بيستعمل في اي بيتزا عندنا او مكرونات او اي حاجة نحبها. ودي المقادير. اول حاجة هنجيب ربع كيلو طماطم، هنضربهم في الخلاط مع حوالي ربع كوباية مية. وبعد كده هنجيب بصلة كبيرة مقطعينها بالشكل ده صغير، مع معلقة زبدة ومعلقة صغيرة زيت او معلقة سمنة، ونبتدي نشوحها لغاية ما تاخد معانا لون. وبعد كده هنحط عليها معلقة فلفل صغيرة وبهارات وزعتر وملح، ونبتدي نشوحهم لغاية ما البصلة تدبل معانا شوية. ما تتحمرش البصلة، أهم حاجة بس البصلة تدبل. وبعدين هنحط الطماطم ونسيبهم يتسبكوا على النار لغاية ما الطماطم تبتدي تجف معانا بالشكل ده. وبعدين هنمسك معلقة كبيرة من معجون الطماطم أو الكاتشب على حسب الرغبة، ونبتدي نقلبهم معاهم على النار. وفي النهاية ده شكلها، وأتمنى حضراتكم تجربوها. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. وممكن تتابعونا على مواقع التواصل الموجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.